فيلمنا بيبدأ بمجموعة من البط بيكونوا عايشين في بحيرة جميلة وكأنها حتة من الجنة، بيكونوا كلهم عايشين سعداء، لكن الحقيقة بيكون في اتنين حاسين بحاجة غريبة جدا، وهي إن هما الاتنين بيكونوا حاسين بالملل وزهقانين وعايزين يخرجوا بره البحيرة. وفعلا بيقرروا يطيروا، لكن وهم بيطيروا بيجي طائر مفترس ويوقعهم على الأرض، وبيتلم حواليهم مجموعة من الطيور المفترسة، لكن البطتين الصغيرين قاموا بكل شجاعة علشان يهاجموهم، بس في الآخر ماتوا. وفي الوقت ده بنشوف الأب ماك وهو بيحكي الحكاية دي لأولاده جوين وداكس، فبتسأله جوين على بقية الحكاية وبتقول له بس كده ماتوا، فبيقول لها عايزين أكمل لك بقية الحكاية من عينيا. كلوهم من لكن في الوقت ده بتيجي الأم بام اللي بتمنع ماك من إن هو يكمل باقي الحكاية، وبتحاول تهدي أولادها خصوصا جوين اللي بتكون مرعوبة. أما داكس فما بيكونش مصدق باباه أصلا وبيسيبهم وبيروح ينام، وكمان جوين بتودع باباها ومامتها وبتروح علشان تنام. وفي الوقت ده بتقول بام لماك إنه ما ينفعش يحكي الحاجات دي للأولاد، فبيقول لها إن هو بيقول لهم بس كده علشان يخوفهم إن هم يخرجوا بره البحيرة. وتاني يوم الصبح بيطلعوا كلهم يلعبوا مع بعض وبيعلموا جوين الطيران، وبتشوف بام والأولاد مجموعة من الطيور المهاجرة اللي راجعين البحيرة، فبتطلب بام من ماك إن هم يروحوا يسلموا عليهم، وبيكون سبقهم في الوقت ده داكس وجوين علشان يسلموا على الطيور. بيخبط داكس في بطة جميلة وبيقول لها إن هي ريشها قمر، فبتسلم عليه البطة وبتعرفه على نفسها وبتقول له إن اسمها كيم، وبتقول له إن هم هيرتاحوا هنا في البحيرة شوية وبعدين يكملوا طيران للجنوب. وبتعرف في الوقت ده كيم إن داكس وعيلته عمرهم ما هاجروا، فبتتحمس قوي وبتطلب منه إن هم يجوا معاهم، وبتقول له إن هي هتروح تقول لباباها علشان يروحوا كلهم مع بعض. وفي الوقت ده بيجي ماك اللي بيزعق لداكس وجوين علشان سابوهم وبعدوا عنهم في البحيرة، فبتقول جوين لباباها إن داكس هو السبب وإن هو اتعرف على بنته وقال لها إن هو هيتجوزها وهيمشي من هنا، فبيقول لها جوين نعم يا اختي وبيحاول يضربها ويسكتها. وفي الوقت ده بتيجي كيم وعيلتها علشان يقولوا لماك ان هم يهاجروا معاهم، وبتقول لهم ان هم رايحين لمكان اسمه جزيرة جامايكا وان المية فيه بتنور، فبتتحمس بام قوي والاولاد وبيكونوا عايزين يروحوا معاهم، لكن ماك بيقول لهم شكرا وان احنا مش هنطلع بره البحيرة، فبتستغرب عيلة كيم منهم وبتسيبهم وبتطير. وبعدها بتروح بام علشان تزعق لماك على اللي هو عمله، وبتقول له ان هم نفسهم يهاجروا ويشوفوا العالم بره، بيكون داكس وجوين كمان في صفها، لكن ماك بيقول لهم ان البحيره هنا امان ليهم كلهم، فبتقول له بام ان هي مش هتسيب عمرها يضيع كله هنا علشان هو خايف يخرج بره البحيره، وبتقول له فكر قبل فوات الاوان. وبالليل بيكون واقف ماك وبيفكر في كلام مراته واولاده، بيجي له عمه اللي اسمه دان، فبيساله ماك وقتها عن رايه في الهجره، فبيقول له دان بص هي البحيرة أمان وكل حاجة، بس أنت لو مهاجرتش هتفوت على نفسك حاجات جامدة جدا وممكن مراتك وولادك يزهقوا ويطفشوا ويسيبوك. فبيخاف ماك وقتها من الفكرة وبيجري علشان يعرف مراته وأولاده إن هم هيهاجروا بكرة الصبح، وبيقول لهم إن إحنا هنروح إحنا كمان بكرة جامايكا، فبتفرح بام جدا هي والأولاد وبيحضنوا باباهم. وبيجي في الوقت ده العم دان، فبتطلب منه جوين إن هو يهاجر معاهم، لكن العم دان بيرفض، لكن من كتر زن جوين زن 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 فبيوافق وبيروح معاهم. وتاني يوم الصبح بيكون ماك وعيلته طايرين في السماء علشان يهاجروا، لكنه بيستغرب إن الطيور بتطير في اتجاه غيرهم، وفجأة بيحصل برق ورعد في السماء، فبينزل ماك هو وعيلته علشان يستخبوا كده على ما الدنيا تهدى. وبتحاول بام تطمن أولادها وبتقول لهم إن هي واثقة إن الرحلة هتبقى جامدة جدا، لكن فجأة بيظهر لهم طائر مخيف وبتعرفهم على نفسها وبتقول لهم إن اسمها إيرينيا، وبتقول لهم إيه اللي جابكم هنا في الجو ده، لكن ماك وعيلته من كتر خوفهم ما بيبقوش عارفين يردوا، فبتقول لهم تعالوا معايا على البيت على ما الجو يهدى، وبيكونوا برضو خايفين فبيضطروا يمشوا وراها. واول ما بيدخلوا البيت بيتفاجئوا ان البيت شكله مخيف قوي، واول ما بيدخل ماك وعيلته البيت بتعرفهم إيريني على جوزها اللي اسمه هاري وبيكون طائر مفترس، فبيخاف ماك هو وعيلته وبيقول لها معلش نستأذن احنا بقى، لكن إيرينيا بتمنعهم وبتقفل الباب وبتقول لهم ان هم لازم يقعدوا معاهم النهارده وان هي تروح تحضر لهم العشاء. وبتيجي إيرينيا وبتقول لهم ان هاري كان صياد جامد قوي بس هو كبر في السن وبقى كحكوح ومش قادر يتحرك، فعلشان كده هي دلوقتي اللي بتقوم بالمهام دي وبتصطاد وبتجيب له الاكل لحد هنا، وبتدي لهم طاسه وبتقول لهم يناموا في دي على انها سرير يعني، فالغلابه يعني من كتر خوفهم بيضطروا يناموا في الطاسه، وبتتمنى لهم إيرينيا ليله سعيده وبتروح علشان تنام. وفي الوقت ده بيكون هاري وإيرينيا نايمين على السرير، اما ماك وعيلته من كتر رعبهم ما عرفوش يناموا، وبيقول لهم ماك ان ده وقت الهروب، واول ما بيقوموا بيتفاجئوا ان إيرينيا جت وقفت قدامهم وبتقول لهم انتوا رايحين فين؟ انا مش قلت لكم ان بالليل الحيوانات المفترسه بتطلع تاكل الطيور اللذيذه اللي زيكم؟ وفجاه بتهجم إيرينيا على جوين وداكس، لكن بام وماك بيمنعوها، بس بنلاقي هاري هو كمان هجم على بام وداكس اللي بيجروا بسرعه علشان يلحقوا يخرجوا من فتحه موجوده كده في الباب، لكنهم بيلاقوا الفتحه صغيره وما بيقدروش يخرجوا منها. وفجاه بترمي إيرينيا ماك وبام على السرير، فبيمسكهم هاري من رقبتهم، وبنلاقي إيرينيا بتحاصر داكس وجوين علشان تاكلهم، لكن فجاه بتطلع سمكه من الميه وبتاكل داكس وجوين في بقها،
لكن قبل ما تبلعهم بتمسكها إرينيا وبتضربها لحد ما بتخرجهم تاني، وبتشرح لهم إرينيا بعدها إن الأسماك المفترسة دي بالليل بتطلع علشان تدور على الطيور الصغيرة اللي زيهم وتفترسهم، ووقتها بيتفاجئ ماك وبام إن إرينيا كانت عايزة تنقذهم مش تاكلهم. وبعد شوية بيروحوا كلهم يناموا مع بعض على السرير، وماك ما بيكونش مصدق أي حاجة من اللي حصلت. وتاني يوم بيقوم ماك وعيلته علشان يكملوا طريقهم، وبتودعهم إيرينيا. وفي الطريق بيفضل بام وماك يتكلموا على اللي حصل، وفجأة بيجي لهم داكس وبيقول لهم إن هم يطيروا وراه، وفعلا كلهم بيطيروا وراه لحد ما بيطلعوا فوق السحاب، وبيكونوا كلهم مبهورين من المنظر الجميل. وبعد شوية بيلاقوا حاجة بتنور أحمر، وأول ما بيعدوا من فوقها بيشوفوا عمارات وبيوت، فبيعرفوا إن هم كده وصلوا لمدينة البشر واللي بتكون غريبة وجديدة بالنسبة لهم. وفجأة بيظهر قدام ماك رافعة عملاقة، فبيحاول يتفاداها وفعلا بينجح وبيقف على سطح مبنى، لكنه بعدها بيقع من على سطح المبنى ده هو وعيلته، وبيفضلوا يخبطوا كده في حبة حاجات لحد ما بيقع في مقلب زبالة. فبيطمن ماك على كل عيلته وبيلاقوهم حواليه، أما العم دان فبيكون وقع بعيد عنهم. فبيروح ماك وعيلته علشان ينقذوه، وبنلاقي العم دان وقع قدام سندوتش، فأول ما بيجي ياكله بنلاقي مجموعة من الحمام اتلموا حواليه وبيضربوه علشان ياخدوا منه السندوتش، لكن العم دان بيدافع عنه لآخر نفس. وفجأة بيظهر ماك وعيلته علشان ينقذوا العم دان، وبيبعد ماك الحمام عنه لكنه بيزهق ساعتها وبيتعصب وبيقول انه حمام مقزز. فجأة بتقف كل الصوت والحركة، وبنلاقي حمامة كده طالعالنا وشكلها شريرة وبتقول لهم مين اللي قال ان احنا حمام مقزز، فكله بيشاور على ماك حتى العم دان. فبتتعصب الحمامة على ماك وبتزعق معاه وبتعرفه إن هي اسمها تشامب، وإن هي الكل في الكل هنا، وبتتفق هي والحمام كله إن هم هيضربوه. لكن وقتها بتتدخل مام وبتعتذر عن اللي حصل، وبتقترح عليها إن هم يقسموا السندوتش على بعض، وفعلا بيقسم دان السندوتش عليه هو والحمام. وبعدها بتروح تشامب عشان تتعرف عليهم، وبتقول لهم لو محتاجين أي حاجة عرفوني وأنا رقبتي سدادة. فبتقول لها بام إن إحنا تايهين ومحتاجين نروح لجزيرة جامايكا، فبتقول لهم تشامب إن هي تعرف حد ممكن يوديهم لحد هناك، وبتطلب منهم إن هم يطيروا وراها. وفعلا كلهم بيطيروا لحد ما بيوصلوا لسطح عليه طيارة هليكوبتر على شكل نمر، فبيتخضوا جدا، لكن تشامبو بتطمنهم وبتقول لهم ان دي الطياره بتاع الطباخ اللي حابس زميلها اللي هيوصلهم. وبتاخدهم تشامبو وبينزلوا من فتحه التهويه لحد ما بيوصلوا لصديقها اللي بيكون عباره عن بغبغان ومحبوس في قفص. واول ما ماك بيسالوا على جزيره جامايكا بيحزن البغبغان قوي لانه كان عايش هناك. بيفضل البغبغان بعدها يوصف له في الطريق، لكن الطريق بيكون بيتوه، فبيقول له البغبغان انت كده كده مش هتعرف توصل له لوحدك. وبيفضل بعدها البغبغان يعيط لانه بيبقى نفسه يرجع جامايكا تاني. فبيتأثر وقتها ماك وعيلته وبيقرروا إن هم يحرروه من القفص، لكن للأسف القفص بيكون محكم جدا، فبيقول لهم البغبغان إنهم مستحيل يعرفوا يخرجوه ولا يجيبوا المفتاح، لأن المفتاح مع الطباخ والطباخ في المطبخ اللي هناك ده، وإنهم لو نجحوا وربنا سهل لهم ودخلوا المطبخ هيبقوا عبارة عن بط بالبرتقال. وفي الوقت ده بيتشجع داكس وبيقول له إن هو اللي هيجيب المفتاح، لكن ماك بيمنعه. فبيقول داكس لماك إن مش معنى إنه بيخاف من كل حاجة إن هو كمان لازم يخاف منها، فبينصدم ماك من كلام داكس وبيقرر إن هو اللي يروح يجيب المفتاح، وبيسيبهم ماك وبيخرج وبيفضل يتسحلب ويتدحلب كده لحد ما بيوصل للمطبخ. لكن هناك بيتفاجئ بالطباخ وهو واقف بيشرف على المساعدين بتوعه، وبيقلع الطباخ الجاكيت بتاعه وبيديه للمساعد. ولحسن حظ ماك إن المفتاح كان في جيب الجاكيت ده، وبيفضل ماك يراقب المساعد اللي هيعلق الجاكيت، وبعدها بيتحرك بالراحة وبهدوء علشان يوصل للمفتاح. لكن في طريقه بيتفاجئ مراته اللي بتكون متنكرة في شكل أناناسية، فبيتحركوا هما الاتنين مع بعض علشان يجيبوا المفتاح، وبيساعد ماك بام علشان توصل للمفتاح وتاخده من جيب الجاكيت. لكن بيلفت نظر ماك الطباخ وهو بيطبخ بطة مشوية بالبرتقان، فبيترعب وقتها ماك وبيسيب بام اللي بتكون قدرت توصل للمفتاح، لكن بالغلط بتكون داست على طفاية الحريق، فبتطير الطفاية وبتشتغل وبتبهدل المكان. فبيتعصب الطباخ قوي من اللي حصل وبيجري وراهم علشان يمسكهم، بس ماك وبام بيقدروا يجروا وراه بسرعة في وسط المساعدين، ولحسن حظهم ان باب المطبخ بيكون اتفتح فبيجروا ويخرجوا منه بسرعة. بس لحظهم المقندل ان اول ما بيخرجوا لصالة الرأس الموسيقى بتشتغل، فبيقوم الناس علشان يرقصوا، وبيكون ماك وبام مش قادرين يخرجوا من وسطهم، وبيجي وقتها فكرة لماك ان هم يرقصوا زي الناس دي علشان يخرجوا من وسطهم. وفعلا بيفضل بام وماك يرقصوا وبينجحوا في انهم يتفادوا اقدام الناس، وبيفضلوا يرقصوا كده لحد ما بيطلعوا على السلم، لكنهم بيتفاجئوا ان الطباخ جاي وراهم، فبيجروا بسرعة علشان يدخلوا الأوضة اللي محبوس فيها البغبغان. وبيوصل ماك للقفص وبيحاول يفتح القفص بالمفتاح لكنه بيلاقي صعوبة، فبيجي العم دان يخبط ماك على راسه فبيبلع ماك المفتاح. أما الطباخ بيكون هو كمان نجح في إنه يعدي الناس ويوصل للمكتب، وقبل ما بيدخل المكتب بتكون تشامب قفلت الباب، لكن الطباخ بينجح في إنه يكسر الباب. بس أول ما بيفتح المكتب بيستغرب إن مفيش أي حد جوه. وفي الوقت ده بنشوف ماك واللي معاه مستخبيين ورا العمود، والطباخ بيلف عليهم وهم بيلفوا وراه، الطباخ يلف
يلف وهم يلفوا. بس لحظهم المقندل والطباخ خارج بتتخرم بالونة كانت مع ماك، فبيحاول ماك يسيطر عليها وبيحط بقه عليها، بس فجأة بيشوفهم الطباخ فبيتخضوا كلهم، فبيطير ماك في الأوضة من تأثير الهيليوم اللي بلعه وبيخبط ماك الطباخ فبيخرج المفتاح اللي بلعه. وساعتها بياخد البغبغان المفتاح وبيفتح القفص وبيطلع يتحرر وبيكون مبسوط جدا، وبيطلع على السطح وبيحصله ماك وعيلته وبيشكروا وقتها البغبغان وبيقول له ان هو اجمد بطه شافها في حياته، وبيوعدوا البغبغان ان هو هيعمل اي حاجه علشان يوصله لجامايكا. وبعدها بتودع تشامب ماك وعيلته وبيكمل ماك وعيلته طيران مع البغبغان علشان يروحوا لجامايكا. وتاني يوم بنشوف ماك وعيلته والبغبغان طايرين وهم متحمسين جدا، لكن في الطريق كده جوين بتطلع تقول لهم ان هي عايزه تعمل بيبي، فكلهم بيضطروا ينزلوا على الأرض ويستنوها لحد ما تخلص. لكن فجأة بتصوت جوين وبتقول إن في حد بيبص عليها، فبيروح ماك بسرعة علشان يشوف الحد ده، لكنه بيلاقي رسمة مرسومة لطائر على باب شكله غريب، فبيفتحوا الباب ويبدأوا يدخلوا كلهم بالراحة وبيستغربوا جدا من المكان، وكمان بيستغربوا لما بيلاقي سلم بيودي على باب بيفتح لمكان تاني. ولما بيفتحوا الباب ده بيتفاجئوا بمجموعة من الطيور اللي بيكونوا بيلعبوا يوجا، وأول ما بتشوفهم الطيور دول بيتجمعوا كلهم حواليهم، وبيجي القائد بتاعهم وبيعرفهم على نفسه وبيقول لهم انه اسمه جوجو وان هم عايشين في المزرعه الجميله دي وان في 2 من المزارعين الطيبين بيهتموا بيهم. وفجأة بيفتحوا لهم المزارعين باب الحظيرة فكله بيخرج منها وبيبلبطوا ويعوموا ويلعبوا وياكلوا. ووقتها ماك وعيلته بينبهروا بالمزرعة اللي بتكون عبارة عن ملاهي للطيور، وبيستغرب ماك من الأكل اللي بيكون موجود في كل مكان، فبيقرر ماك وعيلته إن هم هيقضوا اليوم هنا. وبعد شوية بنشوف ماك وعيلته وهم بيلعبوا في المية في حمام السباحة، لكن فجأة بيسمع داكس صوت عربية وبيروح علشان يشوفها، وبيتفاجئ بالطباخ اللي بيدي للمزارعين رزم فلوس علشان ياخد منه شوية من الطيور للمطعم بتاعه. ووقتها بيكون البط العبيط ده مقتنع ان هو رايح في رحلة ميدانية، فبيجري بسرعة داكس وبيروح لجوجو وبيحاول يمنعه انه يركب العربية وكمان يشرح له الموضوع، لكن جوجو بيرفض. وفي الوقت ده بيجي ماك وبيستفسر عن اللي بيحصل، واول ما بيشوف ماك الطباخ بياخد داكس وجوجو وبيستخبوا، وبيطلب ماك من داكس انه يروح بسرعة يعرف مامته، لكن داكس ما بيسمعش الكلام وبيروح العربية علشان يقول للطيور انها تنزل. لكن فجأة بيظهر الطباخ وبيدوس على جناح داكس اللي بيخاف قوي، فبيحاول داكس ان هو يتحرر منه فبيتقطع ريشه وهو بيحاول، فبيثبته الطباخ بالشوكة. لكن لحسن حظه بيجي ماك وبيشوف اللي حصل وبيحاول يهاجم الطباخ، وبيقدر الطباخ انه يحاصر ماك وداكس، وبيطلب ماك بسرعة من الطيور ان كله ينزل من العربية، وفعلا بينزلوا كلهم وبيخبطوا في الطباخ، فبيستغل ماك الفرصة وبيهرب هو وداكس، وبيجري ماك بسرعة وبيحذر عيلته وبيطلب من كل الطيور ان هم يطيروا، لكن داكس وقتها ما بيكونش قادر يطير بسبب جناحه المقطوع، فبياخده ماك على ظهره وبيطير بيه. وبيمشي بعدها الطباخ وهو متعصب جدا وبيقرر ان هو هينتقم. اما ماك وبقية عيلته والطيور بيكونوا طايرين وتعبوا من الطيران، فبيقرروا ينزلوا يرتاحوا في مكان، واول ما بينزلوا بيزعق ماك لداكس لانه ما سمعش كلامه، فوقتها بيزعل داكس جدا وبيروح يقعد لوحده. وبالليل بتكون طيارة الطباخ بتدور في المدينة علشان تدور على البط، وعند الطيور بنشوفهم كلهم وهم نايمين ما عدا داكس اللي بيكون قاعد حزين جدا، فبيروح علشان يقعد في مكان لوحده، وبتجيله جوين وبتقوله ان هي هتديله حضن علشان يهدى شوية، وفعلا بتفضل جوين حضناه ومش بتسيبه. بس فجأة بتوصل طيارة الطباخ لماك وباقي الطيور اللي بيحاولوا يجروا، لكن الطباخ بيحاصرهم وبيرمي عليهم شبكة، وفعلا بيمسكهم كلهم ما عدا داكس وجوين اللي بيكونوا مستخبيين. أما ماك فبيحاول يخرج من الشبكة بكل قوته لكنه ما بيعرفش، وبيرفع الطباخ الشبكة على الطيارة بالطيور اللي فيها، وبيحاول داكس إن هو يطير وراهم لكنه ما بيعرفش لأن جناحه بيكون مكسور، وبيحزن وقتها جدا هو وجوين. أما عند الطباخ فبيكون حبس كل الطيور في زنزانة وقفل عليهم بمفتاح. أما ماك وبام بياخدهم يحطهم في قفص لوحدهم وبيقفل القفص بشوكة وبياخد القفص ده جنبه علشان ما يهربوش. أما عند داكس بيكون بيحاول يطير لكنه ما بيقدرش عشان ريشه اللي اتقطع، لكن بتنور في دماغه فكرة كده أول ما بيشوف ريش البغبغان على الأرض. أما عند ماك وبام بيكونوا بيحاولوا يهربوا وبيحركوا القفص، لكن الطباخ بيشوفهم وبيمسكهم. في الوقت ده بام بتفقد الأمل، بس ماك بيشجعها، بيجي في دماغه فكرة كده أول ما بيقف وبيقول لها الليلة دي كده مش هتخلص غير برقصة. بيتحركوا وبيرقصوا مع بعض وبيكونوا خلاص هيوصلوا للزرار عشان يفتحوا الزنزانة، لكن الطباخ بيمسكهم، فبتكون بام متعصبة جدا من اللي حصل فبتقرمه من مناخيره، فبيتوجع الطباخ وبيرميهم. وقبل ما يمسكهم الطباخ تاني بتقوم الطيور اللي في الزنزانة بالواجب وبيحدفوه بالفواكه اللي معاهم في قلب الزنزانة وبيخبطوه بقذيفة من قرع العسل اللي بتفقده الوعي، فبيقع على الزرار اللي بيفتح باب الطيارة، فبيقع الطباخ وكمان بيقع على القفص اللي فيه ماك وبام. بس لحظهم العسل بتعلق رجل الطباخ في قلب الشبكة، فبيمسك ماك في زعرورة الطباخ، لكن للأسف ما بيقدرش يتحمل ماك وبيقع هما الاتنين بالقفص بتاعهم وبيبقوا خلاص بيستسلموا. لكن فجأة بيظهر قدامهم جون وداكس اللي قدر يطير باستخدام ريش البغبغان، وفي الوقت ده بيروح جون وداكس بسرعة على القفص وبيحاولوا يشيلوا منه الشوكة
وبيفضلوا يشدوا الشوكة بكل قوتهم، وفعلا بينجحوا والقفص بيتفتح وبيتحرر ماك وبام. أما عند باقي الطيور في الطيارة فهم بيحاولوا يكسروا القفص وفعلا بينجحوا وبيتحرروا هم كمان، وبيفضل الطباخ متعلق لوحده في الهواء وبيكمل ماك وعيلته وباقي الطيور رحلتهم. وبعد مسافة طويلة بنلاقي كل الطيور قاعدين في نص البحر وهم مش عارفين هم فين، بس فجأة بيلاقوا المية بتنور من تحتهم وبيكونوا مبهورين جدا من شكلها، وبينبهروا أكتر لما الشمس بتطلع وبيعرفوا إن هم كده خلاص وصلوا جامايكا. فبيستعدوا كلهم للطيران وبيتولى داكس المقدمة وبيطيروا كلهم ويفضلوا يستكشفوا الجزيرة، وبيقابل البغبغان أصحابه وبيسلم عليهم. بينبهر ماك هو وعيلته بالمكان من حواليهم، وبيتفاجئوا كمان لما بيلاقوا عيلة كيم اللي بيرحبوا بيهم وبيسلموا عليهم. بتفرح كيم جدا بشكل أجنحة داكس الجديدة، وبام بتشكر ماك على كل اللي عمله علشانهم، فبيحضنها ماك وبيشكرها لأنه بسببها عمل كل ده، ومن غيرها ما كانش هيقدر يعمل أي حاجة من دي. وبنشوف بعدها بام وماك وهم بيرقصوا على الشط وبينضم لهم باقي الطيور. وبعد فترة بيجي موسم الهجرة اللي بعده، وبتكون عيلة ماك بتستعد علشان يرجعوا البحيرة بتاعتهم، لكن ماك بيقول لهم إن هو لقى شوية أصدقاء وعايزين يرجعوا موطنهم. فبتستغرب بام لما بتلاقي الأصدقاء دول هم عبارة عن مجموعة من البطاريق، وبتروح بام وقتها تعرف ماك إن موطن البطاريق ده القطب الجنوبي، بس ماك بيكون متحمس جدا ومصر إنه يوصلهم. فعلا بينطلق وقتها ماك وعيلته علشان يوصلوا البطاريق لموطنهم. وكده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو. سلام.